صباح الفل عليكم، يا صباح العسل، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، ويا رب يعيد علينا الأيام كلها بخير وسعادة وراحة بال. الفيديو حاد هنينا فيديو حلو جدا جدا، حنستفاد ونصلي على النبي. طيب، طبعا أنا ربيت معاكم بسم الله ما شاء الله. البط هنية خلاص قرب، يعني كلها أيام نعدها أيام ونجيب رقابة. طيب ايه ده؟ ان شاء الله بعون الله جاني ذكرين بط، كل سنة وطيبين. قلت ايه ينفعني في رمضان. تمام. طب احنا في نص رمضان، الفيديو ده اتعمل في نص رمضان. سند معايا سند، وشكرا جدا على الهدية، وبشكركم جدا جدا جدا، وان شاء الله الخير عندكم، والخير عامر، والخير عامر على الكل وعلى الجميع. ذكرين بط اللهم صل على النبي، يعني تسلم ايد اللي ربتهم. هنبدأ معاكم من فرزة ونقطع ونقول لكم هتعمل ايه في الفويل. في الفويل يعني مثلا في العلب دي ايه هينفع مثلا طبقين كده. هنظبط امورنا مع بعض ان شاء الله، ونشوف الحاجة بتاعتنا بإذن الله. بصوا، احلى ذكرين بط شفتهم في حياتي. هم بس محتاجين شوية تنظيف، يعني انا نديه ايه، لازم نديهم شوية، نشوف ايه في زفارة، في بتاع، في كده في كده، لازم ندور ولازم نشوف فيهم ايه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. لايكات يا جماعة، القناة هتنزل معايا، اعملوا لي عاد اللايك. وطبعا شكرا، اسفة جدا على التأخير لظروف النت فاصل عندنا فايه وكده، فالحمد لله احنا برضو نقولش نستغنى عنيكم، وبرضو بننزل الحاجات الحلوة والحاجات اللي احنا نستفيد. وانت طب ليه هتعمل كده معايا؟ جوز مش هيحب البط الا لما يطيب ويتبل ويخش على الميكروويف، لازم ينشف. بصوا، لازم نفتحه كده، يمكن يكون رزازة ولا حاجة، من الريحة هيشمها هيتعب نفسيا، يعني ممكن ياكلش الحاجة تاني. فانا هنعمل ايه؟ هنعمل كده وننظف زي ما شايفين ونفتحه، وتسلم ايد التنظيف. على الفحم كمان هيبقى جميل جدا وهيبقى حلو، بسم الله ما شاء الله. شوفي عادل هنعمل ايه، وحاجات بسيطة على فكرة، وحاجات في البيت قاعدة نديكي، وهنا على قد الطبخة هنطلع قد نفرين. بصوا، 3 يمشي، 2 انا هنعمل 2 ونعمل واحد يعني حتة زايدة، عشان لو حد جاء او هيك كده كده ايه، يعني محدش هياكل في وهنعمل نص نص، عشان ربع ربع او نص نص، عشان بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين وزي ما احنا عارفين، رمضان يحب كل حاجة طازة، رز طازة، فعلى الأقل نلاقي شوربة طازة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله. وزي ما قلت لكم هنفتح ونعمل كده بالسكين. بصوا الكبد والقوانص دي عاد تعمل أحلى صينية بشاميل، والله وجربيها بشاميل بالكبدة، صراحة حاجة خرافة. بس هنديها سنة أو 2 كبدة بقري. تمام. هيبقى بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ايه تاني؟ بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. دي فويل. كومنت عاد حلو، ولايك عاد، لايكات يا جماعة أمانة بالله عليكم ما تنسى. هنوريكم في الآخر هيرمي معاكي قد ايه ذكرين البط. طيب نتكلم عن أسعار البط. الكيلو عندنا ب110، ب120 قصدي، جوز الحمام ب110 فراخ، 120 جوز الكيلو. وهنا البط يا سلام، ده أنا كنت نبيع البطاية ب100 بالعافية، نبيعها ب100 وكانت تعدي 3 كيلو. يا بخت عادل يا رب. بس نرجع نقول الوكلة رفع والدنيا غليت والأسعار بقت نارين في الأكل بالذات، فالله المستعان.
وربنا يوفق الكل ويوفق الجميع. طيب الرقاب دي بنحشوها زي المنابير، تقعدي تحوشي رقابة، تحوشي لحد ما تعملي أحلى منابير. بصوا شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الرقاب دي برضو هتبقى ايه وجبة برضو مع الأجنحة مع البتاع، هتبقى جميلة وحلوة بإذن الله. تتحشي طبعا، وإن شاء الله بإذن الله نعملوها مع بعض وتبقى دي برضو طبخة. بس كان صراحة يعني اللي أنا اكتشفته في الحتة دي، البطة محتاج شوية علفة صراحة، يعني كان بجيب بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الكعوبة دي هتعمل طبخة، واحنا أصلا محتاجينها في الشوربة على شوية مصميصة. اللهم صل على النبي، هتبقى زي العسل يا عسل. أهو شايفين؟ عشان هينفع معايا في الحشو برضو في التتبيلة، فنحوش ايه نكسر عظمه. يلا هاد نصلي على النبي ونصلي على رسول الله. كومنت حلو من عندي، قولي لي رأيك ايه في الحياة الجميلة اللي احنا هنعملها، ولو محتاجة اي حاجة قولي لي، وانا ان شاء الله نوريكي طريقتي. كل واحد لينا ليه طريقة حلوة، طريقة بسيطة، واحنا كلنا نتعلم من بعض، وان شاء الله بإذن الله. بصوا طريقتي في بعد ما نعمله. بصوا حلوين. ليه؟ عشان جوه لما يجي يطيب اللحم جوه، وندخل تتبيلات فيه من جوه. وطبعا طريقتي في التتبيلة الشطة الخضراء يا جماعة جميلة جدا جدا، واللهم صل على سيدنا محمد. كوب شطة خضراء، الحاجات دي وتبقى حلوة بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. آخر واحدة. ونسيت أقول لكم حاجة كمان عشان نرجع إن أنا قلتها لكم. شطة خضراء، توم، بصل، بقدونس يضربوا في الخلاط عندك أو في الكبة. تحط التوابل اللي انت عايزاها، توابل الستة ولا التوابل السبعة زي ما انت حابة. وبعدين يا حبيبتي نبدأ ايه، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نص ساعة ندخلها في وسط اللحم، وندهن عليها شوية سمنة بلدي، ونبدأ ندخلها في الصينية، ونشوف بقى ايه الجمال والحلاوة بإذن الله. السكينة تلمت معايا، سنوها مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب رمضان كريم ورمضان سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية، وربنا كده ايه بعد عن الناس الوحشة، والخير ربنا يقدمها لنا. اللهم امين يا رب. بصوا طبعا ده نحطه كده. هي تكاتك يا مرود يا حركاتك. شوية ايه ملح اهو كده كده. هيتغسل تاني ما ندخل ايه على البوتاجاز. الملح حلو برضو. ودي اخر حاجة
والفاضل قطعة عظم اللحمة هذه الرقبة. هنبدأ نحطها في كيس ثاني. يا رب كده تكون استفدنا من الفيديو. ما تنسونيش يا جماعة في كومنت حلو كده ولايكات حلوة. ودي بقى ايه، قطعناهم على كذا وجبة، 2 صدر و2 ورك، 4 طبخات، والكبدة الكبد والقوانص طبخات، مكرونة، والأنيحة برضو ايه وجبة. يعني شوف لو معاك دكارين بط، تربية البيت سهلة وبسيطة. طيب العلف عجبات البيت، طبعا في كل بيت لازم هتبوظ منه حاجة، لازم هتفوت منه حباية رز، لازم هيبيض قرن عيش. استعيني بالله وكده، وبسم الله ما شاء الله يا ربي، وخليكي فالحة وشوف الحياة في البيت هتبقى ايه. يا رب كده الفيديو يكون عجبك. ودي بقى ايه الكمية اللي طلعت معايا، الله المستعان، وربنا يوسع علينا وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تكون استفدنا. ودي بقى ايه الكمية اللي جاتني من دكارين بط، اللهم بارك. يا رب كده الفيديو يكون عجبك، ولايكات يا جماعة للفيديو، لايكات حلوة كده من عندك. بصوا اها الحاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، اهو برضو اها، بصوا حلاوتنا. يا رب كده استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله فيديو جديد، فيديو احلى من كده. ودي الحاجة بتاعتنا عايزة تبيع طلبيات ماشي. ودي الكبدة وحياتنا، وده واللحم احمر زي الدم كأني لحمة الجزار. ويا رب يكون رمضان سعيد عليكي وعلى الأمة الإسلامية كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.